وضعك اللي انت ناقم عليه وبتقفقف منه يتمناه ألف غيرك. درجاتك القليلة اللي مش عاجباك غيرك ما نجحش ويتمناها علشان يفرح اهله. ما نجحتش وربنا ابتلاك غيرك في نفس سنك مبتلي انه عامل حادثة ومش بيتحرك من على السرير ويتمنى كنوز الدنيا ينفقها علشان يتحرك. سمعت مرة الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه بيحكي قصة جميلة قوي. بيقول انه راح في يوم يزور واحد مريض، كان الراجل غني جدا فلقيه قعيد الفراش ما بيقدرش يحرك اي جزء من جسمه. اثناء الحديث الراجل بيقول له تعرف يا شيخ محمد انا اوقات بالليل نفسي احك ظهري واهرش وبتحرج اصحي حد من اهلي وخصوصا انهم تعبانين معايا طول اليوم. في الوقت ده ببقى مستعد ادفع كل ثروتي علشان احك ظهري. تخيل يا شيخ محمد حكه واحده تسوى كل ما املك. كل واحد مننا مبتلي في شيء معين ومش لازم يظهره ليك، بل من الادب والشكر انه يخفيه وما يظهروش الا لصاحب القوه وقاضي الحاجات. عود لسانك على الشكر علشان ربنا يزيدك وما تتغرش بالمظاهر، فوالله لو اطلعت على القلوب لاشفقت على اصحابها واستصغرت همك وبلائك. اللي بيشتكي من مراته كان هيموت ويتجوزها، واللي بيشتكي من زن الولاد وقرفهم ودوشتهم كان هيموت ويسمع كلمة بابا، واللي قرفان من الشغل وقلة المرتب كان قبلها بيوصي 1000 واحد على شغله والسلام، واللي تعب يوم نسي انه كان بصحته سنين. ملخص كلامي اللي معاك يمكن يبقى حلم الناس كتير غيرك، فاحمد ربنا عليه. وقبل ما تبص على حال غيرك ابقى شيل شيلته كلها، مش اللي عاجبك منها وبس. احمدوا ربنا على نعمكم.